هنتكلم النهاردة على أطفال صعوبات التعلم. في الأول لازم نعرف يعني إيه صعوبات التعلم. صعوبات التعلم هي الحقيقة حالة منتشرة كتير جدا 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 بين الأطفال في الفترة الحالية. صعوبات التعلم ممكن تكون نتيجة لعوامل عصبية بتدخل فيها نمو القدرات اللفظية أو غير اللفظية. يعني القدرات اللفظية أو غير اللفظية بتتأثر بحالة صعوبات التعلم عند الطفل. الحقيقة أن درجة ذكاء صعوبات التعلم أو أطفال صعوبات التعلم بتبقى بين، ولا هي واصلة لدرجة ذكاء الإعاقة ولا هي واصلة لدرجة الذكاء بتاعة الأطفال العاديين. عشان كده أطلق عليهم هم وبطيء التعلم كلمة الفئات البينية، لأنهم بين الدرجة، هم مش جايبين درجة الإعاقة العقلية وبرضو مش جايبين درجة الذكاء المتوسط، فهم أقل من المتوسط، عشان كده اتسموا بالفئات البينية. الحقيقة كمان ان حالات صعوبات التعلم بدأت تظهر بشكل كبير بين الأطفال، وهي زيها زي غيرها من الاضطرابات أو من الحالات، ليها مستويات بتتدرج من البسيط فالمتوسط فالشديد. بتأثر صعوبات التعلم على الطفل في تقديره لنفسه اللي هو تقدير الذات. كمان بتأثر في التكيف الاجتماعي، بتأثر في أنشطة الحياة اليومية، كمان بتأثر على القدرات اللفظية وغير اللفظية زي ما احنا ذكرنا قبل كده. طيب، صعوبات التعلم ليها أنواع ولا ملهاش أنواع؟ الحقيقة صعوبات التعلم فيها نوعين: صعوبات التعلم النمائية وصعوبات التعلم الأكاديمية. هنبتدي الأول بصعوبات التعلم النمائية اللي بنقول عليها developmental learning disabilities. صعوبات التعلم النمائية بتبقى متعلقة بالوظائف الدماغية والعمليات العقلية والمعرفية اللي الطفل بيبقى محتاجها في التحصيل الأكاديمي، وبيكون السبب في حدوث صعوبات التعلم النمائية هو اضطرابات وظيفية بتخص الجهاز العصبي المركزي، وبتأثر الصعوبات دي على العمليات فيما قبل الأكاديمية، أو بنقول عليها العمليات ما قبل الأكاديمية. زي إيه؟ زي الانتباه والإدراك والذاكرة والتفكير أو اللغة، دي كلها العمليات ما قبل الأكاديمية. فصعوبات التعلم النمائية بتؤثر عليه، هي اللي بيعتمد عليها التحصيل الأكاديمي، وبتشكل أهم الأسس اللي بيقوم عليها النشاط العقلي المعرفي للطفل. تاني نوع هي صعوبات التعلم الأكاديمية اللي بنقول عليها academic learning disabilities. بيقصد بيها صعوبات الأداء المدرسي المعرفي الأكاديمي. يعني زي إيه أو بتتمثل في إيه؟ بتتمثل في القراءة، في الكتابة، في التهجئة، في التعبير الكتابي، في الحساب. الصعوبات دي كلها بتبقى مرتبطة لحد كبير بصعوبات التعلم النمائية. يبقى احنا كده قلنا ايه هي صعوبات التعلم، وكمان قلنا ايه هي انواع صعوبات التعلم. يا رب تكونوا استفدتوا، فيها امل وفيها نجاح. أشجعكم إنكم تفضلوا مستمرين على مجهودكم مع أولادكم، وأكيد أكيد ربنا هيفرحكم وهيخليهم أطفال منورة في المجتمع ويفرح قلبكم. يا رب، فيها أمل، فيها نجاح.